بتبدأ حلقتنا مع مارينيت اللي بتصحى من النوم على تليفون لإدريان اللي بيبلغها إنه مستنيها في ميعادهم عند حمام السباحة، لكنها بتحس إنها تعبانة جدا وبتطمن عليها تيكي وبتقول لها مارينيت ما تقلقيش يا تيكي، هفوق كده وهفطر وكل حاجة هتبقى تمام. وبتنزل تفطر مع مامتها وبتتوتر وبتوقع الأكل وبتعتذر لمامتها، لكن مامتها بتقول لها حصل خير، أهم حاجة بس تكوني كويسة. وبتشكر مامتها وبتسيبها وبتمشي وبتوصل وبتقابل إدريان وبيمسك إيديها وبيدخلوا سوا وبيجي لها رعشة ودوخة تاني وبيسألها إدريان إذا كانت كويسة، فبتطمنه وبتدخل عشان تغير هدومها، لكنها بتتعب تاني وكانت هتقع على الأرض. وبيسألها إدريان فيكي حاجة؟ وبتقول له لا 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 أنا كويسة ما تقلقش، روح أنت بس عند الحمام وأنا هاجي وراك. وبالعافية بتنزل وراه، لكنها أول ما بتقرب من حمام السباحة بتشوف مشهد مرعب جدا في خيالها وبيخليها تصوت وبتطلع تجري وبتقول له بطل تكون لطيف زيادة عن اللزوم معايا، وبتسيبه وبتمشي. فبيتريق عليه كيم وبيقول له هو انت عملت فيها مقلب ولا ايه؟ وبيحكي له كيم عن مارينيت انها كانت زميلتهم في الصف التاني، وفي يوم كانت جايه المدرسه وبتهرب من كلوي عشان ما تشوفهاش، ولما دخلت عشان تفتح الخزنه بتاعتها بتلاقي فيها حشرات وبتتخض مارينيت وبتصوت وبتقع على الارض. ولما بتيجي طالعه بتلاقي المدير في وشها وبيقول لها انها اتاخرت على فصلها، ولما بتدخل الفصل المدرسه هي كمان بتزعق لها انها اتاخرت على الحصه وبتقول لها تقعد في مكانها عشان تكمل الحصه، لكنها لما بتيجي تقعد بتلاقي كلوي حاطه لها انبوبه الوان وبتزعق لكلوي انها عملت المقلب ده فيها. وبتقول لها المدرسه انت جايه متاخره وكمان جايه تتهمي زمايلك، يلا روحي على المدير. وبتمشي مارينيت وهي متضايقه جدا وزعلانه، وبعد الحصه بتقابل صاحبتها وبتكون زعلانه جدا انها اتعاقبت بسبب كلوي، وكمان بنطلونها اللي بتحبه باظ بسبب كلوي برضه. وهم واقفين بتيجي كلوي وبتقول لهم انا مش قلت لكم تبعدوا عن بنت الخباز، ولا انتوا كمان عايزين تكونوا ضدي واذيكم انتوا كمان؟ فبيخافوا منها وبيسيبوا مارينيت وبيمشوا وبيقولوا لها هنقابلك في المطعم، لان ده المكان الوحيد اللي كلوي مش بتروحه طبعا. وبتقرب كلوي من مارينيت وبتقول لها من النهارده مش هتلاقي راحه ابدا حتى في المطعم، لاني حطيتك في دماغي ومش هسيبك في اي مكان تاخدي فيه راحتك. وبتيجي سوكلين وبتدافع عن مارينيت وكانت هتضربها، فبتسيبهم وبتمشي. وبتقول سوكلين لمارينيت انا وعدت مامتك اني هحميكي، بس اكيد مش هقدر احميكي في كل مكان، انت لازم توقفي كلوي عند حدها. فبتقول لها مارينيت ان حتى المدرسين بيخافوا منها وخلاص السنه قربت تخلص، وبدعي ربنا ما تكونش معاها السنه الجايه. بتشوف سوكلين ان مارينيت معجبه بكيم، فبتقول لها انت فعلا معجبه بالعملاق ده؟ فبتقول لها مارينيت بس شكله ظريف وبيضحك. فبتقول لها سوكلين وهتعملي حاجه؟ فمارينيت بتقول لها انا هعزمه على خروجه على حمام السباحه الاسبوع الجاي. وبتشوفهم سابرينا اللي كانت واقفه تتجسس عليهم وبتجري عشان تقول لكلوي، وبتجري كلوي عشان توقف كيم وتتفق معاه، وبتقول له انا سمعت ان مارينيت طلبت منك انكم تروحوا حمام السباحه مع بعض. فبيقول لها حصل وهنروح مع بعض عشان انا بحب السباحه. فبتقول له هي مش عايزاك عشان تعوموا مع بعض وخلاص، هي عايزاك عشان تقول لك انها بتحبك، وانا عندي ليك خطه جميله جدا عشان تضحكوا سوا وتبقى حاجه ممتعه جدا. وبتوسوس له شويه كده وبيسالها كيم معقوله هتضحك؟ فبتقول له اكيد طبعا هتضحك وهتكون مبسوطه كمان. فبيضحك وبيقول لها انت رائعه يا كلوي. وبيروحوا فعلا مع بعض على حمام السباحه، وبتكون مارينيت فرحانه جدا وبتقعد معاه وبتقول له انا شايفاك لطيف وظريف. فبيفهم كيم انها عايزه تصارحه بمشاعرها زي ما قالت له كلوي، فبيقوم ويقف ويقدم لها علبه وبيقول لها انت اجمل والطف انسانه شفتها في حياتي، وكل مره بشوفك بحس ان انا في حلم. فبتفرح مارينيت جدا وبتقوم وبتاخد منه العلبه وهي مش مصدقه نفسها، لكنها اول ما بتفتحها بتلاقي فيها حشرات وبتفضل تصوت وبتقع في حمام السباحه. وبيفضل كيم يضحك وكلوي بتكون واقفه بتتفرج عليهم وبتصورهم هي وسابرينا وبتفضل تضحك عليهم. وبتطلع هي وسابرينا عشان تنشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي كلها عشان تخلي مارينيت حتى ما تقدرش تطلع من اوضتها. لكن بتيجي سوكلين وبتضرب تليفون كلوي برجليها وبيقع منها وبتكسر، وبتجري مارينيت وبتستخبى في الحمام. وبيجي لها كيم وبيقول لها انا كنت عايزه اضحكك مش اكتر، لكن بتيجي سوكلين وبتزقه بعيد وبتفتح لها مارينيت وهي بتعيط وبتهديها سوكلين وبتتوعد مارينيت انها مش هتقول لاي حد تاني انها بتحبه. وتاني يوم بتروح كلوي عشان تشتكي سوكلين لمدير المدرسه انها كسرت تليفونها. فبيقول لها المدير ان اللي حصل ده كان بره المدرسه وانا ما اقدرش اعمل حاجه. فبتقول له عندك حق، بس لو بابا عرف الموضوع ده هيعين مدير تاني عشان يحكم بالعدل. فبيتخض السيد دامودليز وبيقول لها لا 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 مش لازم نزعج باباكي معانا. وبيبص لسوكلين وبيقول لها انت متعاقبه وهتترفدي من المدرسه لمده اسبوعين. فبتتعصب سوكلين وبتسيبهم وبتمشي، وبتجري مارينيت وراها عشان تعتذر لها ان هي السبب في رفضها. فبتهديها سوكلين وبتقول لها اهم حاجه تاخدي حقك وما تسيبيش حد يأذيكي تاني مهما كان. وبنرجع تاني لمارينيت اللي كانت غضبانه ومتوتره جدا واحرجت إدريان وسابته ودخلت الحمام، وبيحس بغضبها مونر فبيسحب قوه كالكي وبيحولها لميجا اكوما وبيبعتها لمارينيت وبيحاول يسيطر عليها، لكن مارينيت بتقدر تقاوم الاكوما وبتكسرها. وبنشوف إدريان وصاحبه كيم اللي كانوا قاعدين بيسمعوا كلامه وبيكونوا غضبانين جدا منه ومن اللي حصل مع مارينيت بسبب كيم. وبيقول لهم كيم انا كنت بس عايزه اعمل فيها مقلب واضحكها مش اكتر من كده، انتوا قلبتوا الموضوع كده ليه؟ وبيسيبهم وبيمشي وهو متضايق، وبيحس مونارك بغضبه وبيبعت له الميجا اكوما
اللي بتسيطر عليه وبيتواصل معاه مونر. انا هديك القوه اللي تخليك تكسب الناس بروح الدعابه اللي جواك، وبيسحب قوه زوبل وبيحولها لكيم عن طريق خاتم الاينس. وبنشوف مارينيت اللي فهمت هي كانت متوتره ليه، وعرفت انه مش غلطها ولا حتى غلط ادريان، وكانت مبسوطه جدا وكانت رايحه لادريان، لكن بتتفاجئ بكيم بعد ما تحول قدامها هي وادريان. فبياخد ادريان مارينيت وبيطلعوا يجروا وبيخبيها في غرفه، وبيجري هو وبيرمي كيم السهم على مدير المسبح اللي بيتحول لمجنون، وبيقول لهم انا هفضي حمامات السباحه كلها عشان يبقى مضحك جدا لما الناس تغطس فيه. وبنشوف مارينيت اللي بتتحول للدعسوقه، وادريان هو كمان بيدخل في غرفه لوحده وبيتحول للقط الاسود، وبيطلعوا يتصدوا لكيم وبيضربوا القط الاسود بغضب لانه اصلا متضايق منه بسبب اللي عمله في مارينيت، وبيستخدم القطاطيه وكان هيدمره، لكن بتيجي الدعسوقه وبترمي اليويو على ايد القط الاسود بسرعه، فبيسيبه بسهم الفكاهه او التناحه يعني، وبيفضل يجري زي المجنون وايده بترمي في كور صغيره، وبيوقف الاتوبيس وبيوقع الناس وهو عمال يضحك ومش فاهم اي حاجه. فبتستخدم الدعسوقه تعويذه الحظ، لكن بيحولها دارك مونر لبالونه، فبتجري تستخبى ورا عمود كبير وبتعمل نزع للنقاط وبتتحول للدعسوقه مره تانية، وبتستخدم تعويذه الحظ وبتنزل لها قعدة تواليت، وبيتريق عليها كيم وبيرمي عليها سهم لكنها بتتفاداه، وبتشوف الخطة وبتطلع تجري وبتتفادى في الأسهم اللي بيوجهها عليها كيم، وبتجمع الأدوات اللي هتحتاجها في الخطة وبتحط اللزق في قعدة التواليت، وبتطلع وهي شايلها على راسها وبتمثل إنها اتصابت بالسهم، وبتجري ورا القط الأسود بقعدة التواليت. وبيفرح كيم جدا، ومونارك بيبقى فرحان جدا وبيقول له يلا بقى هات منهم الميراكلوس، وفعلا بيطير كيم ورا الدعسوقه وهي بتجري ورا القط الاسود، وفي اخر لحظه بتلبسه قعده التواليت في راسه وبتقول له ايه ده، هو انت زعلت؟ ده هزار، انا كمان بهزر معاك. وبعدها بترمي اليويو عليه وبتكسر قعده التواليت والنضاره اللي كان فيها الاكومه، وبتخرج الاكومه وبتزيل الدعسوقه منها الشر. ترمي قطعة من قعدة التواليت المكسورة في السماء عشان كل حاجة ترجع لطبيعتها تاني، وبيرجع كيم لطبيعته وبتديله الدعسوقة تميمة الحظ، وبتقول له يا ريت تفكر قبل ما تهزر وما تستهترش بمشاعر الاخرين. وبيعتذر القط الاسود انه الغضب تمالك منه، وبتهديه الدعسوقه وبتقول له ما تقلقش احنا دايما مع بعض، وبيفرحوا بنجاحهم سوا. بنشوف كيم وحبيبته وادريان ومارينيت اللي بيعتذر لهم انه زعلهم في يوم من الايام، وبنشوف مارينيت اللي بتعتذر لادريان على اسلوبها وطريقتها وانه ما كانش هو سبب خوفها وتوترها، فبيقول لها انا كمان لسه الموضوع جديد عليا وخايف عليكي وخايف اخسرك، بس واحنا مع بعض هنقدر نقاوم الخوف ده. وبنشوف ادريان اللي بيروح لكلوي وبيقول لها انا عرفت انت عملتي ايه في مارينيت وممكن اسامحك بس بشرط انك تروحي دلوقتي وتعتذري لها. فبتضحك كلوي من كلام ادريان وبتقول له انت عايزني انا اعتذر لها؟ اللي زي مارينيت وامثالها هم اللي انا بتسلى بيهم، انت اللي غلطت غلط كبير لما فكرت ترتبط بواحده زي دي، ودي مش غلطتي انا، انت امير ومكانك معايا انا مش مع بنت الخباز. فبيقول لها ادريان انت لا اميره ولا حاجه، انا اللي ساعدتك طول فتره دراستنا واديناكي فرص كتيره جدا عشان تتغيري وقربنا منك، حتى الدعسوقه والقط الاسود ادولك ميراكلوس النحله، لكن انت ما بتفكريش غير في نفسك. فبتقول له وانت عايزني افكر في مين تاني غير نفسي؟ عايز نفكر في السخيفه بتاعتك دي؟ فبيزعل منها ادريان وبيقول لها انسي الصداقه اللي كانت بينا خلاص وانتهى اي شيء ما بينا، وبيسيبها وبيمشي. وبتخلص حلقتنا. دمتم طيبين يا احلى الحلوين، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، ولو بتشوفونا من على الفيسبوك فما تنسوش الاعجاب بالصفحه وبالفيديو وتشيروه على صفحتكم، وتدعمونا بالكومنتات الجميله زي صديقتنا آية كويتي. وشكرا وسلام عليكم.